غير امينيم اللي خرج راجل في القضيه تاع بي دي دي من بين الممثلين والمغنيين وحتى اللاعبين. واليوم فهمنا علاش المغنيات كي كانوا يربحوا الجوائز يقولوا البيونسي سمحينا، كانوا خايفين تكون النهايه تاعهم. امينيم هو المغني الوحيد اللي فات 20 سنه وهو يهاجم في بي دي دي وغنى عليه بزاف اغاني واتهموا باللي هو اللي قتل توباك. ديدي حب يغوي امينيم، قالوا نعطي لك بزاف دراهم ونزيد لك في الشهره تاعك، ادخل برك معايا في اللعب الخامج تاعي. واللعب الخامج تاعو كامل عرفنا انه يغتصبوا داري صغار ويديروا حفلات يجيبوا فيها المغنيين والممثلين وحتى اللاعبين ويديروا عفايس عيانه. امينيم رفض وزاد فضحه وقال بلي انا ماشي مريض نفسي، بصح بزاف ناس مشهوره قبلت بالعرض تاع بي دي دي على جال الشهر. والجرائم هادوما ما كانش يديرهم وحده، اتخيلوا كانت معاه المغنيه بيونسي والزوج تاعها جايزي. بيونسي قتلت زوج مغنيات كانوا ينافسوا فيها وامينيم قالها تانيك من قبل. المهم ريانا وجاستن بيبر ما اعترفوا، والتحقيقات قالوا مازال كاين بزاف فنانين رايحين نحطوا الاسماء تاعهم.